قام بأخذ ذلك الطفل وسافر به لمسافة بعيدة. جن الفرنسيون واستعانوا بطائراتهم وبصواريخهم حتى يسقطوا ذلك الطائر لقلق بالطفل الذي أخذه الطائر، لكنهم والحمد لله لم يفلحوا. استمرت رحلة ذلك الطائر مع ذلك الطفل، فوضعوه في أحد المساجد. فجاءت عائلة معروف أنها عائلة كبيرة وكريمة وصالحة، فأخذت ذلك الطفل وربت إلى أن أصبح شابا ودخل الجيش وساعد في أولى، كان هو رأس الحربة الذي لقن فرنسا دروسا في المقاومة والتضحية وطرد فرنسا شر طرد من بلدنا. أتعلمون من هو ذلك الشاب يا إخواني؟ أتعلمون من هو؟ نعم، إنه سعيد شنقريح، هو ذلك الشاب الذي أخذه اللقلق. والآن جيران السوء من المراركة والحاقدين يسبون سعيد شنقريح بأنه يتبول في الفراش إلى آخره، ولم يعلموا أن ذلك كان سببه من شدة الريح، وهو كان طائر مع الطائر لقلاق في السماء. انظروا إلى الحكمة الإلهية، انظروا. نعم.